احنا بقي معنا في البرنامج 6 دقائق، فأنا بحاول أجيب بسرعة. أختي مسارة ذكرت أن هناك شخص يتحرش بابنته، ولا شك أن هذا نوع من الشذوذ والعياذ بالله، ونوع من الفاحشة. يعني وأيضا ينبغي على البنت ألا تلبس لباسا فاضحا أمام أبيها. يا جماعة بعض البنات أحيانا تكون في شبابها وجسمها جميل أحيانا ونحو ذلك، وتلبس لباسا ضيقا من هالبنطلونات والبلايز القصيرة وتخرج إلى أبيها. برضو أبوها شاب، ربما فتن بابنتها أعوذ بالله، وربما يعني إذا سلم عليها أو قبلها أو ضمها يكون يعني ربما أن الشيطان يؤزه لبعض الأمور. فأنا أدعو أيضا مثل هذه البنت وغيرها إذا كانت يعني في مرحلة شبابها ألا تلبس لباسا سيئا أمام أبيها، أو ربما أبرزت شيئا من ثديها أو نحو ذلك بناء على أنه أبوها، لكن يبقى أن هذا الأب شاب، فلا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق. الأمر الثاني، لا تخلو بأبيها، لا تجلس لوحدهم في غرفة لوحدهما، ولا إنما تحرص أن تكون الأم موجودة أو إخوانها موجودون أو نحو ذلك، إلى أن ييسر الله تعالى لها وتتزوج.